صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا اذا انا ببغداد انت بربيل حامينك خلف الله على ربيل، اما انا عقب باكر تريد تشوفني تعال بتل ابو سنام واخذنا تل غزال وطينا شهداء وطينا شرفاء ابو فاطمه وطينا غيره وابطال تاكلي الوجه وانت تجي تقيمنا. هذا اثنين. ثلاثه العمليات الخاصه لحد الان مطين بال200 شهيد. هاي الزلم والله واحد هم ب20 مو ب10. ويجي واحد حرس نينوى ما قلد على ابو حرس نينوى بس وينه شفت له يوم من الايام قاتل اعطيني تصوير بين ابو حرس نينوى مقاتل اتحداك اذا يقدر يرمي له طلقه كافي. هاي الناس ترى مو سذج اخي العزيز، ترى هاي العالم كلها فتحت بس الناس تتشف الشر، ناس فقره. ترى الشعب العراقي فقير والله العظيم يشور بيكم. كافي انتم نفسكم اي والله اضحك على روحك. انتم نفسكم كنتوا تصيحون على جثثنا ذا يدخل الحشد المنجد على جثثنا ذا يدخل الشيعه. استاذ زهير اضحك على كرشك تقول شريف ما لا عجيب بدون تجاوز يا ابو عزرائيل. استاذ زهير بدون تجاوز. شنو يضحك علي؟ لا اسمح لي استاذ زهير ارجوك بدون تجاوز. على كل حال اسمعني ابو عزرائيل لا تتجاوز. اسمعني اولا استاذ زهير انت اسمعني ارجوك استاذ احمد اترجاك اسمعني استاذ احمد بدون تجاوز. بدون تجاوز. المفروض ترجع لل 18 راكب كنت بيها سايق احسن لك. تجابك على مجلس النواب، تجابك على مجلس المحافظه. هاي قداوه. 4 شهادات اعلى منك ومن ثقلك. 4 شهادات و4 كليات تشهد. انا على روحك 18 راكب هالشهاده. ابو عزرائيل 4 شهادات الكليه العسكريه والقانون والدراسات العليا بالقانون والحمد لله الحاسبات. اذا تقلك بفلوسك نعم ابو عزرائيل اذا تقلك بفلوسك انت وبالرتب اللي يقيموك فانا الله سبحانه وتعالى اللي يقيمني. ابو عزرائيل الجماعه راح يمسكون الارض بعد استعارتها. انتم المحور الغربي تشلبون بالمحور. يمسك الارض قصدك يتفق ويا الدواعش؟ لا تتفق. قصدك مو يمسك الارض يتفقون ويا الدواعش. اقعدوا ناموا فجروا. ثمانية قتل الدواعش. اخوتي ولد عمي 8. روح بابا روح على شغلك. روح على شغلك. 8 ولا تزرع بابا 8 قتل الداعش. راح يمسكون 8 وبيتين فجر لي سيارتي حرقه والحمد لله طلعت بطرق روحي. ممتاز استاذ وصيراني ويا داعش. استاذ زهير مبين صحيح. استاذ زهير بدون تجاوز ارجوكم بدون تجاوز. ارجوكم كلام محترمه. استاذ زهير بها مجال استاذ زهير وين مكانك يعني بالضبط؟ استاذ زهير الشكل القانوني احكي لي على الشكل القانوني. استاذ زهير الشكل القانوني رحت لبغداد خلصتوا الامور اجتكم رواتب صدر قرار رسمي جمهوري بهيئه الحشد عليهم القبض عمي. خلي يجاوب. عمي لسه ما سقط التهم عليهم هو وسيلة. خلي يجاوب لحد الان ما سقط عليهم التهم الخيانه مال الموصل. والله صوتي راح بس مع الاسف على الشيعه ربعنا اللي يعوفونهم. هسه التالي وانا اقول اتوسف على القضاء خلي يجاوب. دماء الشهداء ارجوك المفروض انتم تحاكمون والله. ارجوك خلي يجاوب. تفضل استاذ زهير. يا خليه يهرج دماء الشهداء ليش تروح حضاره المنثوره بسببكم؟ ابو عزرائيل اسمح لي انت جاي تسيق اتهامات خطيره جدا على قائد اثيل. شهداء على راسي. تفضل استاذ زهير. انا على راس هاي الشهداء. بارك الله فيك. تفضل استاذ زهير. تفضل. بينك بين الله رئيس الوزراء وهي ساقطه بدون سياره اسمح لي وبدون حمايه غيرهم ربعك. اسمح لي راح يجاوبك والله راح يجاوبك. استاذ زهير اقنع لي ابو عزرائيل تفضل. وعيونك البارحه وهاليوم انا امشي بطولي بوحيدي وهاي حي الحدبات تشهد وهاي حي العربي تشهد وقبل ساعات. يا ربعك اسمعوني يعني بالموصل كل ساعه كنت وياهم لو لا. استاذ زهير جاوب. بس خلي اجاوبك. تفضل. اولا نحن بعد موافقه دوله رئيس الوزراء على انضمام حرس نينوى الى رئاسه الوزراء عن طريق قوات الحشد الشعبي تم صرف مخصصات مرتبات ل 1032 مقاتل كدفعه اوليه. نعم ممتاز. استلمناها. واستلمنا 250 بندقيه. نعم هذا لا ننكره. واستلمنا ملابس 1032 قطعه ملابس كامله. والله تستلمون المقاريض عسكري. جزاه الله خير من كان اسمع خلي يكمل. يا هسه التالي. تفضل استاذ زهير. هسه التالي يا اخي. تفضل. هسه احنا نظل احنا بهاي المزايدات والسجالات
والعالم جاي يتباوع يا اخي بس على كيفك. هسه احنا مو بسوق الهرج، هسه احنا قاعدين بقناه محترمه. خلي الناس توصل لها الفكره، خلي الناس تعرف انه الدوله دعمت حرستينوا وقدمت لهم رواتب وقدمت لهم اسلحه وتدعمهم وانطت تجهيزات واسسته. حاليا حرس نينوى اصبح احد ابناء هذه الدوله وحاله حال اي قوه او مؤسسه امنيه. الدوله اليوم تعطي الرواتب لاخواننا في مكافحه الارهاب وفي الشرطه وتطعيم تجهيزات واسلحه، ونحن نفس الشيء وهذا لا يمكن. والعافيه درجات ان شاء الله. اخواننا نتمنى منهم الحكومه المركزيه ان يساعدونا بعد اكثر ويجهزونا بالاسلحه والاعداد، وان شاء الله سوف نبقى على العهد تحت امرتهم. كل زين. استاذ زهير، قبل كم يوم كان معي النائب السيد عبد الرحيم الشمري، ذكر انه ما معترضين على حرس نينوى بالشكل القانوني، معترضين على القائد. لكم نيه تبدلون القائد حتى نوعا ما تكون ثقه للنواب؟ تفضل سيدي الفاضل. القائد نحن من نختار هذا القائد ونحن من نريده ان يقودنا. ان كان هناك مشكله لدى القانون لدى القضاء فاليوم نحن في قتال، ينتهي القتال ان شاء الله وبعدها لكل حادثه حديث. وهناك دفعات تقدم وهناك أدلة وقرائن وبراهين تقدم. قضاءنا العراقي لا نشكك بنزاهته ولو 1 بالمليار، واعتقدهم ناس على درجة عالية من الكفاءة والعدالة بإحقاق الحق. يا أستاذ أحمد إن كان متهم الكلام بس يكون نص الدستور المتهم بريء حتى يثبت إدانته. إذا أسير النجيفي ممتاز. اعطيتك وقتك رجاء خلنا نتكلم. خلنا نتكلم. ابو عزرائيل الجماعه مقتنعين بالقائد. ابو عزرائيل مو من حقك ولا من حق اي واحد يرفض هذا الحرس. تفضل. ماشي خلنا نتكلم. انا رجل خلنا اتكلم عن نفسي. خاف الناس بعض الناس يعني يستنقذوني ويقول لك هذا مو مثقف او كذا. على كل حال الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الله يدري شنو بنيتي. عزيزي احنا قبل بالافلام الهنديه نشوف واحد يعني يحب له وحده او كذا بالاخير تطلع اخته له امه. عمي اثيل النجيفي يصير قيادي بالحشد الشعبي. انت صدق تحجون؟ ترى ماكو هيك منطق. عمي سولفوا على غيرنا، سولفوا غير سالفه هاي. عمي زحمه اثيل النجيفي يعني الكعبه مال الارهاب. هسه خلينا لا تتجاوز ارجوك لا تتجاوز والله العظيم. شنو دليله؟ عزيزي كنا قبل ما جيش المهدي خلينا نتكلم. اسمع ابو الدليل. قبل كنا نتكلم بزمن جيش المهدي مال الامريكان من كنا يفوت ابو النجده خطيه لا حول ولا قوه. مو يفوت جيش المهدي سيطرات امر من الداخليه وهذا بوقته. شو يسوي الشرطه؟ يقول له اغاتي الله وياكم الله ينصركم. شو يسوي ابو جيش المهدي؟ الشرطه يقول لنا الله ينصركم احنا جيش المهدي. ومن تجي القانون يقول له والله ما فاتوا منا غلس. ليش؟ غير ربعنا مو هسه اذا ما خاف يجاملنا. هسه هكذا ترى جماعه تقيل النجيفي ويد دواعش وواحد يعرف الثاني. طبعا ما يحاكونك انت تفتر نفسك انت بالموصل من كان صاغطه وبيها دواعش. اعطيك ادله تعال. هم اهل الموصل نفسهم ترى ابو اسرائيل بس على كيفك على كيفك. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذكر بالحرف الواحد انه اسمح لي اكو انتهاكات صارت بلسان زعيم التيار الصدري. اكو انتهاكات صارت عندكم بالحشد. وينهم ذولا؟ اي نعم. شنو الانتهاك؟ انتهاكات صارت. القلق نعم. قلق سكان نينوى من وجودكم اكو. عزيزي نعم اخي العزيز، اولا بالنسبه للانتهاكات اللي تكلم بها سياده السيد مقتدى الصدر الله يبارك فيه، قال كم واحد وكح او كذا او مجرم تمت محاكمتهم بالحشد الشعبي مثل بجثه او كذا وقتل له واحد بريء تمت محاكمتهم امر من رئاسه الوزراء. طيب هسه احنا ما جاي نقول لك انبياء. 1 2 افراد بس مو حشد كامل واثيل النجيفه لابس له بدله صحراوي وقاعد بعد الطافور بتاع الحرس قادمون. يا قادمون وين قادم؟ انت بقطر رحت شردت خلف الله على قطر شحتوك. اخي انت من قطر قادمون يا نينوى. وين نينوى؟ ابو اسرائيل اخي قوه امنيه معترف فيها. اكو متحدث من الموبيل قوة ليش ما طلعت هم القوة نفسها هي جابت الدواعش وهي تريد تطلع كيف؟ ترى هذا الكلام ترى مو منطقي. المنطق وضع الشيء محله الصحيح. هذا الكلام بس الاستاذ يجي صدقه. اسمح لي والله طيب. نينوى وحرس نينوى بالمناسبة ارجوك انا ما اريد شباب من حرس نينوى يكرهوني وكذا. بالعكس
انا ما اعرف وجوههم كلهم، وانا اتشرف بهم، ويدري عبد الرحمن اللويزي وغيره جونا القاطع المسؤوليه في تل عبطه وفي هاي المناطق اللي تحررت وتغدينا سوا وصار الاتفاقات والكذا. شباب يعني هم سنه، هم سنه من تل احفر جونا وسنه من تل عبطه، اتشرف بهم وانا اتشرف بكل اخواني السنه، بس القيادات كافي. كافي مجامله على حساب دم الشهداء. طيب استاذ زهير، شنو ذنب سباكر؟ شنو ذنب بديل الصدر؟ شنو ذنب هاي الشباب تروح ممتاز. يصير قيادي عليه بالحشد الشعبي؟ اسمح لي استاذ زهير، عدم المقبوليه من نوابك السنه ومن اهل نينوى الى الان موجوده. شلون تقدرون تقنعون الاطراف المعارضه؟ نواب عندكم ما يردوكم، الحرس يردوه، اوكي ما عندهم مانع. سيد دق له هسه مجلس النواب صوتوا خلي اجابك السنه ما يريدونكم قوه. خلي اجابك تفضل استاذ زهير. عليك 39 يا ستاني يلا تفضل استاذ الكلام ما تمشي شاب تعبتوني. تفضل استاذ زهير تفضل. لا تزعل استاذ زهير اكو مداخله تفضل. يلا تفضل جاوب اخوي من يخلص حكي ينطيني يلا تفضل لك الكلام تفضل. لا تقاطع ابو عزرائيل لا تقاطع الجوكر. تفضل ابو تفضل. نواب نينوى احنا ما نحكي احنا مو جاي نوزن بالكيلوات 5 6 من الصغار 7 8 من الكبار، احنا نحكي بادله وقرائن. نواب نينوى 39 نائب، المعارضين لياسين النجيفي هم 4 تيمور وهندي ومنقاوي، هذول معروفين. اتركوا من هم ال 35 الباقيين. لا تحكي لي بالغاز. من هم؟ عبد الرحمن اللويزي، عبد الرحيم الشمري، ميزر العاقوب، هذول الثلاثة الأربعة. أما البقية ليس لدينا أي تقاطع معهم، مو من سواء كانوا كل سواء كانوا عرب سنة، والله سواء كانوا مساحة القتال قاتل. اسمح لي اسمح ابو عزرائيل ارجوك، هذول نواب منتخبين. نواب منتخبين. جاي قاتل باب حوشكم عيني ابو ميكائيل ما ادري ابو اسرافيل وين عن قاتل احنا باب حوشكم لو جاي نقاتل بالجبل باب بيتك. يلا فهمني جاي قاتل على عرضك اللي هسه اسمع اللي قاعد تبرقي هسه وتغرد منك. عرضي اشرف منك ومن وجهك هذا قبيح. لا تتجاوز على العرب. البرنامج اعتقد هذا الكلام يتكلم على العرب عيب. مو كلام مال انسان يعني اعتقد هذا الكلام ما مقبول. المفروض ما يصير يا مقدم البرنامج. تفضل استاذ زهير بدقيقه واحده. الرجل اللي يصير بالاخر يكون قدام. ابو اسماعيل اسمح لي ارجوك اسمح استاذ زهير بكلمه واحده وبدقيقه. احكي لي مرحلة ما بعد الموصل، الخلافات باقية، تلزمون الأرض ما تلزموها. تفضل أخي احنا ان كان مع ابو عزرائيل ما ادري مع ابو ميكائيل والله ما ادري ابو ايش، فاحنا لقانا ما لنا علاقه به. احنا عندنا اكو قياده عامه لقوات مسلحه وقائد عام لقوات مسلحه نأتمر بامره ونطيع امره، وهو اب لكل العراقيين الشرفاء، واكرر الشرفاء ممتاز. هم من يقررون ونحن من سوف ننفذ ان شاء الله، ولن نرفع يعني بعد ما عن الخوف والقلق من الحج الشعبي. وخليه يسمع ابو ميكائيل ما ادري ابو اسرافيل. لن ترفع بندقيه من حلقتين من وجه اي عراقي كائنا من كان. استاذ زهير ماكو قلق من تواجد الحج الشعبي. ويا الشعبي. بكم حساب حتى ترفع البندقيه. تفضل استاذ زهير ماكو قلق عندكم؟ انا اتكلم استاذ احمد ليش سيد الفاضل؟ ليس هناك قلق بعد الاتفاق من قبل رئيس الوزراء مع القادة بأنه هناك تخوف، هناك تحفظ من قبل أهالي الموصل، ولهذا هم أدرى بمصلحة نينوى واتخذوا قرارا بأن يكون الحشد في الجهة الغربية والجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية للشرطة الاتحادية والمحور الشرقي لمكافحة الإرهاب والمحور الشمالي لحرس نينوى فوق 16 أبو عزرائيل كلمة أخيرة. الجماعة مقتنعين بوضعهم، الجماعة اليوم منظومة أمنية، لا تتحدث لي احنا قطعنا مال طريق الرقة مال الحشد الشعبي المحور، هذول قوة عسكرية صاروا وياك، مثل ما أنت تستلم راتب هم يستلمون راتب، مثل ما أنت عليك قضايا قانونية وقضايا بالحكومة هم أيضا عندهم مهام. بس اتكلم كلام واحد، اقول له لا نحاسب لك حساب حتى ماكو قلق يعني عود احنا خايفين منك. هاي وحده. اثنين، خليها ببالك رسالتي لاخواننا السنه اللي بالعراق كلهم،
عم بالله الكريم ما دمركم غير هاي النماذج. كافي شلبتوا، طلعوا تفضوا عليهم نوبه قادمون يا باب الشرجي، قادمون يا النهضه، كافي شلبتوا علينا، كافي هذا دخانكم والله العظيم تعبتونا. هاي لغه الجبناء. لا اعطينا ابو حرس نينوى قتله داعشي. لا تتجاوز ارجوك، لا تتجاوز. هنا ابو حرس نينوى قاتله داعشي. لا تتجاوز. تتنقص من يمي، اقلها اني هسه عقب باسل تريد تشوفني تعال بتله بسنام موجودين هم موجودين بالصوت. وين موجود بربيل ولد الخايبه بهالبرد قاعدين. انا هاي الدوره هسه عقب باسل تتخرج دوره ونروح نطبيها تل احفر وما نريد نوقت شو وقت. كافي. بالمناسبه حتى يقولون طائفيين اهالي تل احفر السنه، اسمعني عزيزي، الشيعه اجوا علينا خطيه واحنا عود قلنا يا اخوان ما نريد الشيعه وسنه، تعالوا اهالي تل احفر السنه نسحب ويدرون بنفسهم. دقيقتين ونص. لا اعطيتك دقيقتين. لا اسمع استاذ زهير للتوضيح. العوائل الاسلاميه نسحوا على القاطع الجنوبي. اسمح لي اسمعني يا احمد، استاذ احمد ارجوك ابو جبرائيل والله ما ادري دقيقه انت من حتى تقدم رساله الى السنه. انت لا تخشم روحك ابو عسرائيل، انت وزير رئيس وزراء تستهزئ باسمي. انت حتى تقدم رساله للسنه. استاذ زهير اعطيتك الوقت. تاج راسك الوقت الكافي. شكرا لكم السيد زهير وابو عزرائيل، شكرا لكم سادتي الكرام، شكرا لكم ونعتذر عن هذه الالفاظ التي صدرت من الضيفين. الى اللقاء.